السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الترند اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. ترند الحطب او عصي الشجر كيجيو رائعين وهائلين، بنان هشاش مرملين خطيرين في المذاق. تابعوا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على مكوناتهم. المهم اخواتي، عندي هنا 150 غرام ديال بودرة الحليب. آه، المهم بودرة الحليب كنحطها في المقله وكنشعل عليها البوطه وكنبدا نحمر فيها بشويه بشويه حتى كنحصل على هذاك اللون الذهبي. عاد كنزولها. عندي هنا كميه من اللوز، تقريبا واحد نص كاس ديال اللوز. غادي نطحنو مزيان نهاشيه حتى كنحصل على اللوز بودره، يعني ضروري خاصو يكون بودره. نتوما كيفاش كيكون. صافي غادي نحطو فوق هذاك الحليب بودره ونخليه على جنب. من بعد غادي ناخذ هاد البسكوي. انا استعملت هاد البسكوي، استعملوا اي نوع ديال لي بسكوي. حطوه في الهاشوار حتى هو، سدوا عليه بحال هكا. صافي وغادي نطحن البسكوي ديالي جيدا حتى يعني كيتطحن مزيان، ضروري تطحن مزيان. صافي وغادي نديرو فوق المكونات الجافه الباقيه على هذا الشكل. من بعد غادي نحاول انني نخلطهم، يعني ضروري نخلطهم مزيان، يعني ندمجهم يتدمجوا مع بعض باش يسهل عليا الخدمه على هذا الشكل. صافي كنكمل بحال هكا. وهنا غادي ناخد اي نوع ديال الجبن. هنا درت واحد 2 معالق كبار اللي كيكونوا مشارجين. المهم اون فوا درتهم خو الحك صافي المهم درتو كامل على هاد الشكل. وغادي ناخد حليب محلى، هو باش غادي نخدم الحليب المركز المحلى. صافي غادي نخوي واحد الكميه ونبدا نخلط. المهم انا بديت نخلط بسباتولا. صراحه ما قنعتنيش، خاصني ضروري نستعمل الايادي ديالي باش نعرف يعني الكميه اللي غادي نزيد والكميه اللي ما غاديش اللي غادي نخلي. صافي بديت كنعرك بحال هكا على هذا الشكل مزيان، نعركها يعني نعرك الخليط مزيان حتى كيدخل. من بعد كنزيد نضيف الحليب محلى حتى كنكمل وكنحصل على هاد العجين على هاد الشكل. من بعد غادي ناخذ واحد الكميه من هاد العجين وغادي نحاول انني نسرحها على شكل دي بودان بحال هكا. المهم يكونوا شويه غلاض، ماشي رقاق بزاف، المهم يكونوا شويه غلاض بحال هكا. كنحربلهم مزيان ونحطهم في واحد الاناء اللي فرشتو ديجا بابي سولفيريزي. صافي غادي نكمل على هذا الشكل، نحربل الكميه كامله اللي عندي، يعني العجين كامل غادي نديرو على شكل حرابل. من بعد غادي ندخلهم للثلاجة واحد المدة ديال ربع ساعة غير باش يشدوا شوية. هنا كما كتشوفوا غندخلهم للثلاجة ونتلاقاو. مهم بعد مرور هذيك المدة ديال 15 دقيقة ذوبت فيها الشوكولا من نوعية جيدة، من الأحسن نوعية جيدة حيت كتعطي واحد المذاق اللي جميل ورائع. يعني ما كيعطي لهاد يعني كيعطيها واحد اللمسة جميلة. صافي غادي نبدا ندهن هذاك الشوكولات فوق هاد لي بودا ونشرطهم بشويه، يعني نشرطهم عفوا بالفورشيط باش يجي هذاك لي بودا يجيو على شكل جذع ديال الشجره. المهم هذيك علاش دخلتهم انا للثلاجه او للفريغو باش ملي نجي نوضع الشوكولات دغيا ينشف فوقهم. هاد العمليه انا طلبت من عندي انني اون فوا ندهن ندير الفورشيط، يعني ضروري نقاد بالفورشيط على هاد الشكل دغيا باش ما ينشفش ليا الشوكولات. هانتوما كنستعمل الفورشيط بحال هكا.
صافي وغادي نكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الكيفيه. المهم اخواتي، كيف ما يمكن لكم توضعوا اضافات في الحشوه، يعني في البودان ديالكم يمكن لكم توضعوا اضافات بحال مثلا آه، ديروا الجبنه والحليب محلى، المركز محلى، وضيفوا عليه واحد المعلقه ديال البراليني. آه، كيجي خطير وكيجي هائل. الحشوه يمكن لكم تزيدوا الكركاع، تزيدوا اللوز، تزيدوا البيستاج اللي زدتوه. هاد الحلوى كتجي خطيره وبنينه ورائعه، ما تشبعوش منها. صافي المهم هنا هذه كمعلومه اضافيه الا بغيتو ديروها. صافي هنا غادي كي قلت لكم غادي نكمل لي بودان ديالي كاملين بنفس الكيفيه اللي درت الاول. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ان البودان الاول راه نشف، يعني كما كتشوفوا راه نشف، يعني ما صافي واخا ما نحتاجش انني نوضعو نهائيا في المجمد، راه ديجا نشف. صافي نفس الكيفيه غادي نديرها. ضروري تشرطوا بهذاك الفورشيط باش يعني كيبان عندكم بحال انكم بحال الجذع ديال الشجره. صافي اخر حبه هي هذه على هذا الشكل. صافي انا خليتهم نشفوا غير على سطح العمل، ما دخلتهم لا الثلاجه لا حتى حاجه، تنشفوا مزيان. من بعد غادي ناخذ واحد القطاعه او لا سكين، انا استعملت هاد القطاعه باش سهلات عليا التقطاع، يعني سهله دغيا كتقطع. غادي ناخذ العبار اللي بغيت، طوال قصار متوسطين، نتوما لكم الاختيار والتحكم في الطول ديالهم. صافي وغادي نكمل على هاد الكيفيه، نقطع لي بودان ديالي كاملين، وغادي نحاول انني يعني انتما شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع رائع رائع. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليق، ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش بلايكاتكم واكيد تعاليقكم المحفزه. صافي غادي نقطع البودان ديالي الثاني، وضروري تفينيو لتحت، يعني كما كتلاحظوا ان لتحت راه ما فيش نهائيا شكلاط، يعني دهنا غير الفوق والجوانب. صافي غادي نقطع على هاد الكيفيه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي هاد الحلوى. واللي بغى كميه كبيره رققوا لي بودان ديالكم. هي الحلوى كتجي بهذا السمك ديال، يعني بهذا السمك. بغيتوا ترققوها رققوها، ماشي مشكل. المهم تلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الترند اللي شاركت معكم اليوم، ترند الحطب اولا اغصان الاشجار. كيجيو خطيرين رائعين بنان وهشاش ومرملين، يعني راه ما تشبعوش منهم صراحه، وكيجيو اكثر من رائع صراحه. اكثر تجربه جربتها وعجبتني هي هاد الترند، جا خطير. وكيف ديما ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقكم الى عجبتكم وصفه اليوم. لاول مره كيزور قناتي وعجباتو ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.